السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وسلام. أهلا وسهلا فيكم جميعا، شرفتوني وآنستوني. شكرا لكل حدا دخل جديد على القناة، شكرا لكل حدا ترك بصمة اشتراك أو تعليق أو لايك أو شير. شكرا لكم جميعا، ودائما بقول شكرا، لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا متأكدة وعارفة أنه فلسطين ولبنان وكل الدول العربية بقلوبكم كثفوا الدعاء لفلسطين ولبنان، وخلي عنا دائما إيمان بأن وعد الله حق وأن النصر قادم. اليوم بدي أحكي بشغلة لكل حدا بيحكي بيربط ديننا الإسلامي الحنيف بالتصرفات اللي هو عم يعملها. وكثيرا ما نطلع بنلبس توب الدين على أساس إنه يعني إحنا ناس متدينة، ناس عارفة الحلال والحرام، وطبعا الحلال بين والحرام بين. طبعا أنا بدي أحكي اليوم عن عاشقة البحيرة، الإنسانة اللي دائما بتقدم لنا صورة عن إنه قلبها عامر بالإيمان. وأنا ما بشكك في إيمان أي بني آدم، لأنه حاشا وكلا مين أنا عشان أشكك بالإيمان، ولكن في تصرفات كتير لا ترتبط بالدين الإسلامي وبنطلع إحنا بنحكي فيها ونربط كل إشي بالدين. شفت سؤال لإلها عن بعض المواضيع اللي هي عم تحكي فيها، وعم بتقول إنه هي تعمقت بالقرآن الكريم، تعمقت بالدين الإسلامي، تعمقت وما كانت بالأول تقرأه بشكل كتير كويس يعني، فصارت تقرأه بتعمق كبير، وهذا التعمق خلاها توصل للإيمان المطلق بالله سبحانه وتعالى، وإنه بترمي كل شيء على ربنا. وطبعا هذا صفة الإنسان المؤمن لا شك فيها. لكن اللي بدي أحكيه إنه اللي بيكون قلبه عامر بالإيمان في تصرفات كتير ما بيعملها، تصرفات كتيرة قبل حتى ما يتصرفها بيرجع لإيمانه ولدينه. يعني ممكن إذا كان هو كتير معصب، كتير منرفز، كتير يعني قلبه مثلا خلينا نقول محروق، هو بمجرد ما إنه يقوم يصلي فبيشعر بالراحة وبيشعر بالاطمئنان وبيشعر بالأمان، لأنه الصلاة أكيد بتريح، الإيمان بريح، الإيمان بيعطي سلام للنفس والروح، بيعطي أمان للقلب مهما كان القلب تعبان ومهما كان القلب مجروح. فهل الإنسان المتعمق بالدين الإسلامي ما مرت عليه آيات بتحثنا دائما على إنه ما نقطع صلة الرحم مثلا؟ هل ما مرت وانت عم تتعمقي بالدين ما مرت عليكي قديش إيذاء المسلم للمسلم صعب؟ هل بتعمقك بالدين ما مر عليكي إنه الشماتة بالموت أمر يعني محرم جدا؟ لأنه الإنسان المؤمن، الإنسان المسلم، الإنسان اللي عنده إيمان مطلق بالله سبحانه وتعالى أكيد لازم يعتقد ويقول إنه الحقيقة المطلقة اللي بحياتنا اللي هي الموت. الموت ما في ضحك، لأنه هاي نهاية كل بني آدم. إنك ميت وهم ميتون، كلنا إحنا ميتين، كلنا إحنا رايحين إلى هذا المصير. قد ما عشنا بهاي الدنيا رح نموت، والموت بيجي فجأة، إحنا نفس داخل ونفس خارج. فبالتالي الدين الإسلامي أو الإيمان ما خلى بنفسك شيء انك انت ما تشمتي بالدين بالموت، سوري، ما تشمتي بايتام، تطلعي تتمسخري وتطلعي ترقصي وتطلعي تغني. طيب الايمان اللي عندك بقلبك ما خلاكي تعرفي انه في بعض التصرفات اللي انت بتتصرفيها خطأ؟ الدين الاسلامي مش قال وحثنا على انه احنا ما نأذي بلساننا؟ مش رسولنا الكريم قال إنه معظم الناس رح يكبوا بجهنم حصاد الألسنة؟ مش المسلم هو اللي بيسلم الإنسان من لسانه ويده؟
بتطلعي بتقولي انك انت عمرك ما اذيتي، عمرك ما شتمتي. طب وين هذا الحكي؟ طب ما احنا شايفين. طب ما هي قناتك بتشهد عليكي. طب ما هي فيديوهاتك بتشهد عليكي. فليه بتلبسي هذا الثوب اللي يعني احيانا بيكون مش على مقاس الانسان؟ علاقتك مع ربك لازم تكون اصلا وبداية علاقة سرية. يعني لازم احنا دائما نبحث عن شيء سري بيننا وبين الله، لانه كل مسلم بيصلي، كل مسلم بصوم، يعني الا اللي ما بيصلي ولا بصوم، وان شاء الله ربنا بيهديهم يعني. فصلاتك وصيامك هاي لإلك، احنا مش بالضرورة نعرف عنها، او حتى قراءة قرآنك يعني، لانه يفترض بالمسلم هيك. لكن في اشي هو جوهر الاسلام، هو الاخلاق. والاخلاق تتعارض مع كتير شغلات انت بتعمليها. ممكن اعرف الدين الاسلامي او تعمقك بالدين عاشقة البحيرة بشو فادك؟ هل فادك بانك انت بتطلعي بتتنابزي بالالقاب وتحطي صفات للناس؟ هل دينك وإسلامك وإيمانك المطلق بالله منعك من أنك تشمتي بالموت؟ هل إيمانك المطلق بالله وتعمقك بالقرآن خلاكي بس تطلعي على تقطعي رحمك؟ هل إيمانك وتعمقك بالله جرأك لأنك أنت تيجي تظلمي الناس وتحاولي إيذائهم بأرزاقهم؟ في ناس القنوات هاي رزق لهم، مع انه انا مش شايفه انه في اي قناه سكرت، ولكن بالنهايه مجرد انك انت تبدي هاي الخطوه، تبدي خطوه الايذاء، فمعناته هذا شيء بنفسك. القرآن الكريم على فكرة علاج نفسي، علاج روحي. القرآن الكريم بخلينا زي ما قلت نشعر بالراحة، نشعر بالأمان، نشعر بالاطمئنان، يحسن من نفسيتنا. الصلاة اللي احنا بنصليها بتنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني أنا ما بتخيل إنه إنسان يصحى من عز نومه ويقوم يصلي الفجر ويقعد يقرأ قرآن ما تيسر له ويركع ويسجد وبعدين يسلم وينهي الصلاة ويقوم يؤذي الناس، أو يقوم بين صلاة الصبح وصلاة الظهر يشمت بالموت. في تناقضات واضحة بالموضوع. ما عندي مشكلة بالتصرفات، كل تصرفات الإنسان بترجع لنفسه، ولكن ما نربطها بالدين. ما نضلنا نربط الدين ونقول أمثلة ونجيب آيات نقول بما معناه هو غلط، تنقال الآيات القرآنية بما معناه بس ماشي الحال يعني، أو نجيب أحاديث دينية شريفة يا ريت نكون إحنا عارفينها صح. الأخلاق شعبة من شعب الإيمان. الأخلاق جوهر من جوهر الإسلام وجوهر الأديان كلها. ليه؟ لأنها كلها نزلت من عند رب العالمين. فبالتالي الأخلاق ضرورية جدا. نسيلي الفروض ونسيلي الواجبات، هاي فروض علينا منأديها منخليها بيننا وبين ربنا، لكن اللي بيظهر للناس تظهر الأخلاق. بيظهر أثر الدين والتعمق بالدين بالأخلاق، بالتصرفات، باللسان، هيك بيظهر الدين. رب العالمين قال في كتابه العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. رسولنا الكريم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذا جزء من بعثة رسول الله هي الأخلاق. فبالتالي ما نضلنا نحكي عن الدين ونحكي عن الصلاة وقراءة القرآن والتعمق وكل هذا الحكي والدين ما ينعكس علينا، لأنه أنت لما بتحكي هيك وبتطلعي بتخالف الدين عم تعطي صورة مش حلوة عن ديننا الإسلامي الحنيف. ديننا الإسلامي دين أخلاق، عمره ما حض على أنه الإنسان يأذي الإنسان وأخوه الإنسان، عمره ما حض على قطيعة الرحم، عمره ما حض على قطع الأرزاق أو إيذاء الناس، عمره ما حض على شغلات كتيرة. فوين الدين؟ وين الدين؟ هل الدين بتبريرك أنك أنت تكوني مع رجل غريب طول نهارك أنت وياه بالسيارة في شوارع مقطوعة تماما بنصاص الليالي، أو تقعدي أنت وياه في مكان عام لحالكم، أو يكون عندك بالبيت وبتطلعي بتبرري؟ الإسلام لما حرم هاي القصص ما ربطها بالتربية،
ولا ربطها انت شو تربيتي ومين اهلك، ما ربط هيك. لانه رب العالمين نظر للانسان انسان، رب العالمين نظر لنا من دون ما ينظر احنا شو. ما ربط شيء بالتربية، ما قال الوحدة معلش تقعد هي والرجل لحالها بس المهم تكون مربية، مش هيك. هل تعمقك في الدين الإسلامي خلاكي تلبس التيشيرت المذكور المنكوب؟ هذا التوب تصرفاتكم محسوبة عليكم، بس النقطة ما تدخلي بأمور الدين وما تربطي تصرفاتك بالدين وما تربطي هاي التصرفات بأمثلة مش صحيحة بالدين. هذا اللي أنا بيهمني. ولا تصرفاتك بترجع لإلك أنت شو مأثرة علي يعني، لكن بتأثر على ناس صغار، بتأثر على ناس صغار. الدين ما قال لبنت اللي عمرها 20 سنة و30 سنة ما تطلعي مع رجل غريب، ما حدد عمر، ما حدد عمر ولا حدد ترباية. فبتمنى انك ترجعي تقرأي القرآن الكريم بتعمق، وتفسيره في كتير شيوخ فسروه. العلامة الشعراوي رحمه الله فسر القرآن الكريم بطريقة جدا بسيطة. اسمع شيوخ، اتعمقي في القرآن. لو تعمقتي في القرآن الكريم في كتير تصرفات ما بتعمليها، في شغلات لمم، شغلات بسيطة احنا كلنا بنغلط باليوم، يمكن نغلط 60,000 غلط، بس في أشياء كبائر احنا نبعد عنها. وصلاتك وصيامك وكل هاي القصص خليها لنفسك، خليها لنفسك. المسلم الصح بيبعد عن هاي التصرفات. فيا ريت تبعدوا عن الدين، يا بتعطوا صورة صح عن ديننا، يا انه لو سمحتوا بعدوا عن الدين الإسلامي، لأنه الدين أكيد خط أحمر عند كل واحد يؤمن بهذا الدين السمح. المسلم الحق هو الأحسن أخلاق. الإيمان الصح اللي بينعكس على الإنسان. احنا مش خايفين على اللي زيي أو اللي أصغر مني بشوي أو اللي أكبر مني شوي، لا لا لا، احنا خايفين على الجيل اللي عم يطلع، على الجيل اللي عم يطلع. هون الخوف. فما نبرر شغلات ونحطها على الدين. وربنا بيعرف، أكيد ربنا عالم بكل إنسان وعالم بالقلوب، لكن في تصرفات خطأ، وهاي التصرفات خطأ ولازم ينحكى عنها خطأ، مش عشانك تصرفاتك حرة بنفسك، عشان الناس التانية. وما تربطوا الدين بالتصرفات الغلط، لأنه في ناس لا هي بتعرف كتير بالدين ولا هي متعمقة بالدين. الدين ما قالنا بكتير شغلات، يعني الموت المفروض الإنسان المؤمن يتعظ فيه، مش يطلع يرقص عليه. وهل تعمقك بالدين بخليكي ترقصي قدام آلاف؟ بخليكي تضحكي بالضحكة اللي انت بتضحكيها قدام آلاف؟ بخليكي تطلعي تغني شماتة بالموت؟ هذا هو التعمق بالدين؟ لا، هذا الحكي الدين منه براء. هاي نقطتي، بس ما عندي شيء تاني. أكيد ما بشكك بدينك، لأني أكيد أنا مش زي أي حدا عشان أشكك بالدين. كل إنسان على دينه الله يعينه، لكن ما تطلعوا توظفوا الدين بتصرفاتكم الخطأ. وبشوفكم بفيديو جديد، وباي باي.